تفاصيل عقد علي معلول، اعلى عقد في مصر، اخر نجم لمع في سماء الجزيره. بقالنا كام يوم كده جمهور الاهلي والاعلاميين في التلفزيون المصري مش قاعدين على بعضهم، يعني كابتن ابراهيم فايق وكابتن احمد شوبير ليل ونهار فاتحين القنوات بتاعتهم وبرامجهم على تفاصيل عقد علي معلول الجديد ومصيره ايه على الاهلي، يعني هل هيكمل ولا مش هيكمل؟ تفتكر ممكن ما يكملش؟ ما ينفعش يا جماعه، ده علي معلول ده جزء مهم جدا يعني في الكره المصريه. ده انا لسه متكلمه عنه في ان هو من اهم الناس بتوعنا في شمال افريقيا، والطعم الكره المصريه والنادي الاهلي ما يعرفش يشتغل كده، ما يعرفش يشتغل كده ولا ينتج من غير شمال افارقه. يا ريت يعني حبايب المصريين ما يزعلوش مني، يعني ما فيهاش حاجه لما نقول كلمتين حلوين يعني في حق اخواتنا الامازيغ. كابتن علي معلول عنده 34 سنه. طبعا حد هيسالني يقول لي يا زوزه يعني ده مش باين عليه قوي سنه، ازاي 34 سنه؟ ده شكله كويت قوي. اقول لكم يا جماعه لان هو سالك، ولما تسلكوا كده ربنا يكرمكم هتلاقوا ان انتوا لو عندكم حتى 50 سنه هتبانوا ان انتوا شباب لسه صغنطوطين كده. علولي عقده مع الاهلي هيخلص السنه دي، وشكله كده ده هيبقى اخر موسم ليه في الدوري المصري. ده المدافعين بقى في الدوري المصري هيعملوا لي فرح. علي معلول بقى اللي هو كسر خاطرهم ودايما بيكسر مجاديفهم ويجيب جوال. هو مهاجم صح؟ شاطر. ايه الفرق بين المهاجم والباك ليفت؟ الباك ليفت بيرفع اوفرات يا جماعه، يعني ايه بيعمل اسيستات وبيجيب الاسيست اللي هو البيلين دي معروفه. جامد جدا. المهم يا جماعه يعني هو عشان هيمشي فالناس ايه بقى فرحانه بقى. والحقيقه ان طلع المذيع الزميل القدير هاني حتحوت في البرنامج بتاعه وقال ان وكيل علي معلول اللي هو جون ادوارد الاجنبي ده بيقول ان الاهلي لسه لحد دلوقتي ما خلصش العقد الجديد معاه ومع علولي. طبعا يا جماعه الحقيقه يعني في انشقاقات وانقسامات كتير بين جماهير النادي الاهلي، يعني ما بين اللي مبسوط ان علي معلول هيمشي وما بين اللي زعلان مش عايزه يمشي. طب كده حد يسالني يقول له طب على كده جمهور الزمالك مبسوط ولا زعلان ان علول هيمشي؟ طبعا لان الزمالك والاهلي يعني هم القطبين الاساسيين في مصر، ومحدش يقدر يقول حاجه غير كده. هقول لكم في ناس بقى مبسوطه ان هو هيمشي، وفي ناس تانية عماله تقول لك معلول يا لبيب، على اساس يعني ان هم خدوا عبد الله سعيد وناصر ماهر من الاهلي، او مش من الاهلي قوي يعني ولكن مجازا تمشي. في برضو اقوال بتقول لك ان جمهور الزمالك عايزه على اساس انه ايه يعني كده بيردوا القلم من الدوام الاهلي للزمالك لما خطف الامام التائب. لكن الحقيقه ان معلول طلع في اكتر من برنامج قبل كده وقال ان الاهلي بالنسبه له وطن مش اي نادي وخلاص بيلعب فيه يعني عشان ياخد منه فلوس. فاكر لما قبل كده طلع مع جماعه، طلع مع الاعلاميه القديره الزميله منى الشاذلي وكان لابس كده تيشيرت ميك ماوس كان بان عليه كيوت قوي وقطقط، وقال ان هو استحاله يسيب الاهلي طول ما هو عايش. جمهور الاهلي يا جماعه يعني بيعتبر ان علي معلول اكتر واحد بيصنع اسيستات، يعني بيجيب بالامتياز زي ما قلت لكم من شويه، وبالنسبه لهم هو عنصر مهم جدا للفريق، فهم مش متخيلين ازاي من غيره هيسيب المنتخب ويمشي. يعني نيجي بقى للاسئله المهمه، تفتكروا كابتن علي معلول بيقبض كام؟ وطبعا يا جماعه يعني بما اننا ما بيهمناش الفلوس قوي فخلينا نتكلم عن الفلوس. هي يا جماعه ان معلول بياخد في الاهلي في الموسم الواحد حوالي 1,350,000 دولار، يعني لو هنحسبها بالمصري. خلينا نقول لكم يا جماعه معلومه مهمه عشان تعرفوا بس ان علي معلول شاب جدع وعشان بياكل من خير البلد دي بيحافظ عليها وعلى اقتصادها. علي معلول ما بيرضاش ياخد فلوسه بالدولار، بياخد فلوسه بالجنيه المصري. متخيلين يا جماعه؟ يعني تخيل مثلا بيحول لاهله في تونس بالجنيه المصري. طب هو يعني يا جماعه، طب خلي اخواتنا التوانسه بقى يردوا علينا في الكومنتات، هل الجنيه المصري فعلا بيتصرف عندكم؟ يعني هل بينا علاقات اقتصاديه؟ يا ريت بقى تقولوا لي انا بصراحه ما اعرفش المعلومه دي. كابتن مدحت شلبي نفسه مأكد لي ان هو بيقبض بالجنيه، اللهم لا حسد او بحسد. يعني اول ما عمل العقد كان بياخد 40 مليون ونص، دلوقتي ربنا كرمه ما شاء الله بقى ياخد 60 مليون. ايه الارقام ده؟ احنا ليه بنتكلم عن الملايين كده كانها 40 كيس شيبسي ولا 40 كيس لب؟ هي يا جماعه يعني ان كابتن علي معلول من ساعه ما جه النادي الاهلي وهو ماسك الجبهه الشمال ومتربع فيها، وهنا مش قصدي على الجبهه الشمال في الملعب، يعني قصدي على الجبهه الشمال اللي هي قلبي. بس يا جماعه ما حدش يعمل بلوك. هو دلوقتي يا جماعه بيتمرن في نادي الصفاقسي التونسي، وخلينا اقول لكم ان هو تكاثرت الاقاويل في المنطقه دهيا بيقولوا ان هو ممكن لو ساب الاهلي يرجع للصفاقسي التونسي، وهنا ما حدش يلومه الحقيقه، يعني عادي، بلده برده، بلده طبعا مصر بلده الثانيه اكيد، بس هو بلده برده الاولانيه برده اولى بيه، يعني لو راح برده النادي الصفاقسي التونسي ما لهوش حرج، ما حدش يزعل منه يعني. لكن برده يعني ما يمنعش يا جماعه، يعني لو راح السعوديه يعملوا سبوبه حلوه برده برضه محدش يلومه، يعني في كذا حد يعني راح هناك يعني، محدش كبير على الاحتراف يا جدعان يعني.
الحقيقه يعني يا جماعه ان كابتن ابراهيم فعلا هو اقدم مني في مجال التحليل الكروي يعني ومتابعه الاحداث الرياضيه، قال ان النادي الاهلي عايز يجدد مع علي معلول سنه واحده، وبيقول برضو ان كابتن علي معلول عايز يجدد سنتين من كتر حبه للاهلي. يعني الاهلي هو اللي عايز ياخده سنه واحده ومعلول عايز ياخده سنتين، يعني خدوه لحم وعايزين يرموه عظم خلاص. يعني مش هو ده علي معلول اللي كان بيقعد يجيب لكم في اسيستات ويساعد في الاهداف ويبصي للعيبه عشان يجيبوا اجوال؟ دلوقتي بقى كخه، دلوقتي بقى عايزينه سنه واحده بس. بمناسبه تونس يا جماعه، دقيقه بس عشان عايزه اقول حاجه، بس لحظه واحده. الحقيقه يا جماعه ان في اسره تونسيه جميله استضافتني لما كنت في ايطاليا في قريه اسمها رومانو. الحقيقه انا مش فاكره هي كانت تبع برجامو ولا تبع، يعني الحقيقه مش متذكره المنطقه او المحافظه تحديدا في ايطاليا، بس انا فاكره ان انا رحت قريه اسمها رومانو. حتى الخواجه اللي هناك لما سالته قلت له هي ليه اسمها رومانو، فقال لي هي جايه من رومانس، على سموها الرومانيين ومش يعني المهم ايه الخواجه ايه ما قاليش، ما اعرفش، عامله زي المصريين عشان يقعدوا يقولوا لكم فعلا الايطاليين شبه المصريين. فعلا يا جماعه شبه المصريين، ما حدش بيقول نولو سي، كله بيقول ايوه عارف، عشان صراحه مش عارف يعني ايه بالايطالياني. المهم الرغيف العيش ده يا جماعه، هم لما انا كنت هناك قلت لهم العيش ده جميل جدا يا جماعه، كانوا بيخبزوه في بيتهم الاسره التونسيه دي، الله يمسيهم بالخير. يعني هم ما بيحبوش يصوروا معايا عشان ما بيحبوش الاضواء والشهره يعني، ولكن انا احب اسال اخواتي التوانسه العيش ده طعمه جميل، يا ريت في الكومنتات تقولوا لنا اسمه ايه وطريقته ازاي. انا طبعا مش هعمله يعني عشان انا فاشله انا نفسي حد يغسل لي المواعين والله، بس حد يقول لي الطريقه، فضول بس مش اكتر. نحبكم برشا، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم.